السلام عليكم، مساء الخير. اليوم خلينا نتكلم شوي عن ايش؟ عن مشكلة كبيرة جدا. نفسي اشتري من الانترنت بس ما اعرف الامازون، ما اعرف الاي باي، ما ادري كيف توصلني. حاجة لازم تعرف انه الشراء عن طريق الانترنت جدا جدا سهل، مرة اسهل مما تتصور. عندنا 5 خطوات لازم نتعرف عليهم نعرفهم. عندنا اول حاجة لازم يكون عندنا بريد امريكي اذا تبغى تشتري من امريكا، يعني امازون اي باي. وش يعني؟ البريد الامريكي هذا هو الوسيط بين دولتك وبين الدولة اللي تشتري منها، مثلا بين السعودية وامريكا. لانه بعض المتاجر ما تقدر توصل للدولة اللي... مثال بسيط، عندك صديق في امريكا او بريطانيا، هذا الصديق هو نفسه البريد. خلاص تبغى تشتري اي شيء تقول له يا المتجر الفلاني روح ودي لي هذه البضاعة لصديقي. فصديقك يوم يرجع للدولة اللي انت تعيش فيها، سواء السعودية ولا الامارات ولا مصر ولا اي دولة، يجيب لك هذه الاغراض ويجيبها لعندك في الدولة اللي انت تعيش فيها، اللي هو البريد. فقط هذه هي مهمة البريد، انه يجمع لك الاغراض اللي تبغى تشتريهم ويوصلها لك في الدولة اللي انت تعيش فيها. طيب ايش الاشياء اللي ممكن تخليك تصنع بريد في امريكا، او ايش المواقع؟ طبعا المواقع اللي تسمح لك بانشاء بريد امريكي كثيرة مرة، لكن اشهرهم وافضلهم اللي جميع الدول انا اتكلم، اللي هو ماي يو اس. موقع ماي يو اس جدا رهيب واسعار. طبعا ماي يو اس هذا ياخذ منك اشتراك تقريبا سنوي. في فئات، كل فئة لها اشتراك محدد، فانت شوف ايش الفئة اللي تناسبك واشترك فيها. لكن بالسعودية في موقع جدا رهيب اسمه ستور تو دور. هذا موقع عربي واسعاره رخيصة، يعني يشحن لك الكيلو ب 130 ريال تقريبا. رهيب جدا. بعد ما فتح لك بريد امريكي، الان تتجه الامازون وتنشئ لك حساب فيه، عادي كانك تسجل في اي موقع، كانك تسجل في تويتر، في واتساب، اي مكان. بريدك اسمك. الاصدقاء اللي في السعودية تقدر تستخدموا هذا الموقع، اسمه ستور تو دور، موقع رهيب واشتراك مدى الحياة 100 ريال، مرة ممتاز. اما ماي يو اس هذا موقع جدا ممتاز لجميع الدول العالم، يعني ما هو مخصص للسعودية، لا، لأي دولة تبغاها. موقع امازون تقدر تسجل فيه في اي وقت تبغاه، مثلا تضغط على ساين ان وتسجل بشكل طبيعي جدا. حتطلع لك هذه الصفحة. اذا انت مسجل حط بريدك وكلمة المرور، اذا انت مسجل حط كرييت ان اكاونت، حط اسمك، ايميلك مرة ثانية، كلمة المرور بس. مثلا هنا انا بحثت عن كاميرا كانون، حيقول لي مثلا سعرها، هنا السعر حقها وتقييمها فين راح، هنا التقييم كم واحد قيمها، هل هي ممتازة أو لا. طبعا عشان تحسب كم تكلف اضرب الرقم هذا بالعملة حقتك، مثلا بالريال السعودي الدولار هذا ضرب 3.75. هنا التقييم، كل ما زاد كل ما كانت أفضل. مثل ما نشوف هنا اسم الكاميرا، تقييمها كم شخص قيمها، 72 شخص. هنا مواصفات الكاميرا متوفرة باللون الأخضر. هنا معلومات أكثر عن الوزن والطول طبعا هنا تقدر تشتريه، تضغط على هذا الزر اللي هو هنا، تمشي من هنا تضغط على هذا الزر شراء، ثم ننتقل للخطوات اللي بعدها. الخطوة الثانية حيقول لك اختار طريقة الدفع، عندك هذه كلها تقدر تدفع منها، فيزا، مستر كارد، اللي تبغاه. ثم بعد ما تحدد اللي تبغاه تضغط ايش؟ بعد ما تحدد طريقة الدفع اللي تبغاها تروح هنا تضغط كونتينيو، حيوديك للخيار الثاني اللي هو ايش؟ طريقة الشحن، تبغى يومين ولا فمثل ما نشوف هنا الكاميرا وسعرها، وهنا كم تبغاها توصل للبريد الامريكي، وهنا كم سعرها بالدولار، او تقدر تغير تحطه بالريال، وبعد ما تخلص تضغط شراء. اخر حاجة اقول لكم اياها، ترى الان مواقع امازون واي باي، ترى في كثير من البائعين ما تحتاج بريد امريكي، بس تسوي لك بريد في نفس دولتك ويرسلوا لك اياها على طول، بس حتكون أغلى. مثل واصل مثلا بالسعودية، لو تسوي لك بريد بواصل، اتوقع اسمه واصل صح، حيرسلوا لك على واصل على طول، ياخذ 5-6 ايام. بعد ما تطلب من امازون وتحول لهم الفلوس، يخصمونها من شو اسمه، الفيزا حقتك او موقع الباي بال. ممتاز. باي بال هذا فكرته انه يكون وسيط بين امازون وبين البنك اللي انت في فيزتك، تحط الفيزا حقتك في الباي بال ويصير امازون يخصمون من الباي بال هذا بس. طيب بعد ما تشحن اغراضك للبريد الامريكي وتوصل اغراضك للبريد الامريكي، الحين تيجي الشركه اللي اشتركت فيها مثلا ستور تو دور او ماي يو اس، تجمع اغراضك وتشحنها للسعوديه. طرق تجميع البضائع، في عندنا 4 طرق. في أسبوعي، يعني تنشحن كل نهاية أسبوع تنشحن أغراضك، أو تبغاها كل نهاية أسبوعين، أو 3 أسابيع أو شهر. شيء. قيمة الشحن، تقدر تدخل الموقع مثلا ماي يو اس أو ستور تو دور، تقدر تحسب الشحن، يعني تحط مثلا 5 كيلو كم تكلف تقريبا 400-500 ريال. وصراحة كل ما يكثر معاك الناس يشترون حتقل قيمة الشحن عليك، يعني بنصحك انك تكثر اخوياك يشترون معك، يعني دور احد يشتري معك من امازون. الخطوة الخامسة، روح للفرع اللي طلبت منه، مثلا فيديكس، ارامكس او دي اتش ال، وخذ الاشياء اللي طلبتها من امازون. شفتوا كيف؟ جدا بسيطة. امس طلبت من امازون
فلاش من يونغن اسمه، ايوه. ويوصل بكره باذن الله للبريد الامريكي. لما يوصل للبريد الامريكي اوريكم ايش راح يصير. طبعا هذا الفلاش اللي شريته حيوصلني يقولون مكتوب تومورو، يعني يوم الخميس ان شاء الله الساعه 8. طبعا امازون معروفين مواعيدهم مره بالضبط، ما في. انا سجلت في ستور تو دور تقريبا ب 100 ريال مدى الحياه. لما توصل الشحنه للبريد الامريكي حتطلع لي هنا طرود وارده. لما توصل اوريكم اياها باذن الله بكره. وبس هذه هي الخطوات اللي عندنا، 5 خطوات تقدر تشتري من اي موقع تبغاه. ححط لكم ملخص للي سويناه اليوم في سناب الجايه، اذا تبغوها صوروها. في النهايه اتمنى تكونوا استفدتم من سنابات اليوم. اذا عجبتكم واستفدتوا منها من جد لا تنسوني من دعواتكم، وهذا حسابي قدامكم اللي حاب انه ينشره ويخلي الناس يستفيدوا. سلام عليكم.